السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. اهلا بكم، انا سعداوي. لو اول مره بتتابعني انزل اعمل سبسكرايب وحط الكومنت بتاعك الجميل وشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اللي عندك. شير الفيديو ده للناس المكتئبه او التعبانه او اللي عندها ابتلاء او عندها موقف شديد في حياتهم وانت وحدك بس اللي عارف، فهتكسب الاجر والثواب عند الله. الانسان لما بيبقى في مراحل ضعف او في مراحل ابتلاء او في مشكله كبيره قوي في حياته بيبقى قدامه طريقين ملهمش تالت، واول طريق بيكون صعب جدا وهو ان الانسان بيحاول يخرج من الابتلاء ده لوحده بس، وساعات بيستعين بناس قريبه منه جدا. وللاسف في اللحظات اللي بيكون فيها الانسان ضعيف بتيجي الناس دي والناس اللي حواليه كمان وبتكمل عليه، وده كله بسبب الهموم والمشاكل اللي هو حاططها او شايلها جواه وكاتمها مع نفسه. وهنا بقى الموضوع بيزيد اضعاف اضعاف اضعافه، ان ولا حد واقف جنبك وانت لوحدك مش قادر تخرج من الابتلاء ده او المشكلة دي او المرحلة الصعبة اللي في حياتك دي. وده الطريق الصعب اللي معظمنا من الاخر بيعمله، الطريق اللي ولا حد واقف جنبك ولا في وسيلة اصلا مساعدة انك تطلع من الابتلاء او تطلع من المشكلة دي او من الطريق الصعب اللي انت ماشي فيه ده، ولا انت حتى عارف تعمل اي حاجة، ومفيش اي حاجة في ايدك قادر انك تعملها اصلا غير انك تسيب المشكلة لوحدها تتحل، او ان مثلا انه حد يقف وياخد بايدك ويحاول ان هو يعدي معاك المشكلة، وده للأسف ما بيحصلش في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. تاني طريق بقى وهو الطريق الاسهل اللي بيهون على الواحد كتير قوي قوي حرفيا في عز المشكلة وفي عز الموقف الصعب وفي عز الابتلاء ده اللي ممكن الانسان يتعرض ليها عامة. يعني هنا بيتحرك حاجة جواك اسمها ايمان الانسان. ايوه، ايمان الانسان. ايمان الانسان بالآية اللي هتسمعوها دلوقتي، آية في وصفها كمية راحة وروعة وحاجة كده بتطمنك ان ربنا عارف اللي جواك وان ربنا هيحللك، قادر ان هو يحللك المشكلة والابتلاء والموقف الصعب اللي جواك ده في غمضة عين. ايا كان المشكلة اللي جواك او الموقف الصعب اللي معاك او الابتلاء اللي معاك، وايا كان ان مفيش حد واقف جنبك فربنا واقف جنبك. سيبك بقى من كل الصعوبات الحياة واركن كل ده على جنب وتعالى بقى نتدبر الآية اللي انا هقولها لك دلوقتي وشوف جمال ربنا وتدبير ربنا في أمرنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آية جميلة كده وبتطمن قلب الواحد إن مهما كان بعد العسر أكيد في يسر، وإن الحياة دايما مش ملح ملح ملح، أكيد في سكر. يعني السكر ده أنت هتاخده في الوقت المناسب وفي ساعتك المناسبة للسكر ده. في عز ما تكون في امتحانات وشديدة قوي في الحياة وانت لوحدك هتعرف وهتقدر انك تواجهها بأمر الله، وربنا بيطمنك اهوت. فاسمع، دي مش رسالة كده عادية، ده رسالة ممكن تكون جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. سيجعل الله بعد عسر يسرا. لو انت لوحدك في ابتلاء، لو انت لوحدك في موقف صعب، لو انت لوحدك في اكتئاب، اعرف ان ربنا جنبك، ربنا هيطلعك من اي ظروف انت فيها. بس خلي عندك يقين بالله وحسن ظن بالله ان ربنا هو القادر على فعل اي شيء. سيبها على ربنا، ما تقلقش، وربنا مش هيسيبك كده. وممكن تكون دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى بعتني انا علشان انت تشوفها. شير الفيديو ده اكبر اشخاص عندك او اكتر ناس عندك. شير الفيديو، حط لايك، حط سبسكرايب. في حاجة كده اخيرة عايز اقولها، ان طول ما احلامك في طوعك كمل وامشي لقدام، مش نهاية الكون وقوعك، النهاية في الاستسلام. كان معكم سعداوي في حكاوي سعداوي. شكرين جدا جدا جدا. قربنا نوصل لل1000، احنا دلوقتي 700 اخ واخت على قناتي على يوتيوب. السلام عليكم.